السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم ازاي نجوز الحمام او ننقي الحمام مع بعض، وازاي تحاول تعمل حمام تحضير معاه قصاده، او تعرف الوقت المناسب اللي انت تعمل فيه حمام تحضير وقصاد كام قص. يعني القص الوزار قصاد منه كام فرد قص حضان. هقول لكم على كل حاجة طبعا ايه اللي انا اتعاملت معاه مع الحمام. خلاص يلا بينا نبدأ. معلش انا مش عارف اتكلم عشان انا بردان وصوتي اصلا طالع بالعافيه. بص يا رجاله، انا دلوقتي كان عندي نتايه قشر مندل اللي قلت لكم الحمام اللي انا جايبه جديد. النتايه اللي انا جبتها قلت لكم هديها الدكر لقشر مندل. خلاص طبعا الدكر قشر مندل قبل ما اديهولها كنت مجوزه نتايتين تانيين يعني. خلاص بس مش نفس فصيلة الدم بتاعته، يعني كنت مجوزه ايه البنفسجي، 2 بنفسجي يعني. فانا اعطيته دلوقتي كنت عطيله نتاية فرخنة بتاعت السنة اللي فاتت اللي كنت مطيرها قبل كده لو تفتكروا في فيديوهات، وقعت مني تحت يا دوبك طلعت بالعافية فحبستها تاني. ادي التيرة اهي تمام، ادي التيرة اهي عطيتها له خلاص من اسبوع كده. النتاية دي لسه محصية، كسرت حصواية وسابت حصواية، وطبعا مرضتش تقعد على الحصة اصلا خلاص عشان اول حصة دي تبيضه يعني. فلحسن الحظ كان عندي قص حضان حطيت تحت منه الحصواية دي مع حصواية من بتاعهم خلاص. وما المفروض مكنتش اعمل كده يعني، بس ماشي عشان هو الزغلول اللي هيطلع اللي هو من ابنهم الاصلي غالبية الاكل هيبقى ليه هو، عشان هو بقه هيبقى طويل، فهو الامكانيات اللي اقدر فاحنا هنتصرف يعني في الموضوع ده ان شاء الله لما يطلعوا. بس لو ده هو لسه ما انكشفتش على البيض اصلا، فخلينا دلوقتي في موضوع. فطبعا الدكر قشر بندق ده كان واخد التر دي، طبعا قلت لكم حصل كده، وانا لسه واخد الدكر دلوقتي حطيتها حطيته النتاية. بصوا اللي حصل، ادي الدكر اهو بيزوف. طبعا انت خارج ابوه من الدكر دي كده وخارج جناح وسايب جناح ليه؟ طبعا هقول لكم. بص انا دلوقتي بخرج الدكر جناح ويسيب جناح ليه، بحيث لو انا فتحت على القص ده على الارضيه اصلا، ده اولا. ثانيا بتقص الدين اللي ورا ليه او بتخرطه ليه؟ عشان الحمام يعرف يخص. استنى خليكم معايا ثانيه. ماشي يا رجاله، عشان الحمام يعرف يخص. بعد كده انا باجي اقص الحته دي، شايف الحته ديت اللي هي عند فتحة الاخراج بتاع الحمام، بحاول اقصها لحد ما اوصل عندها تمام. ليه بقى؟ عشان ازود فرصه الخصوبه للذكر، عشان ساعات الذكر ما يعني فاهم ايه، دي بتعوقوا شويه فماشي، دي بتزود فرصه الخصوبه يعني عشان البيت ما يطلعش فاضي. فانت خليك في الحرص احسن. دي حاجه لازم تعرفها تمام. ده احنا كده اتكلمنا على حته ايه اللي انت مثلا الحاجات اللي هي تساعد اللي فرصه الخصوبه تبقى اعلى. نتكلم في الباقي. طبعا انت قلت لكم لقيت الذكر ده ازاي تعرف ان الذكر خد الطيره. انت دلوقتي الذكر قاعد يزوف، انا عايزه يزوف قدام منكم عشان تعرفوا. اخذه قدام منكم اهو ممكن حاطه ايه عشان الترتيب ايه ما تطيرش مني يبقى حاجه ايه. وانا لسه مدخله كان بيزوف بس ماشي. الذكر عامه زاف يا رجاله، هتلاقي الذكر بيزوف عادي من غير ما يضرب الطيره. ده اول علامه من علامات قبول الذكر للطيره. الطيره بقى تقبله ازاي؟ انا عايز اوريكم بس هنجربها على طيره تانية. طيب انا عايز ازوف بس اهو، هو بيزوف بس وشه مش باين. بص يا رجاله، عامل قابلت النتاية للذكر هتلاقي الطيره. انا هحط دلوقتي ذكر تاني تمام. هحط دلوقتي ايه ذكر تاني. الذكر اللي انا هحطه ده ذكر قريفني اصلا. تعالى كده بص الذكر اللي هحطه ده هيخش يزوف اهو. مزفش مزفش ليه ده؟ ايوه كده اشتغل يا عم، في ايه غلط في الاعدادات ولا ايه؟ بص ذكر زف على الطيره اهي، هو عشان انا مدخله عليه قبل كده فهو يعني فاهمين مش مستغربها اصلا.
لازم اعمل له كده. ايوه تزوف عليها. بص هتلاقي الطيرة بتعمل له ايه بابا. بص استنى، بص ركز على الطيرة كده. ايوه بص بتوطي له راسها، بتوطي راسها. اللي هي التوطية دي معناها ايه؟ فاهمين؟ قبول، يعني قبول للطيرة. بعد كده هتلاقي الطيرة بتبدأ تنط كده من مثلا الأكالة البياضة. هتلاقيها بتكنس نفسها كده فرشة زي الذكر، وبتكنس نفسها على ايه؟ على الأرضية. بص بتعملوا ايه. بس هو الذكر ده مش عايز اقولها اصلا. طب تعالى هنا هنحط مطرح ما جبناه. نخش تاني. رجع الذكر اللي احنا ايه حطيناه. تعالى بقى اخلص. فدي كده علامة ازاي تعرف الدخل خد الطيرة. ده اول حاجة. تاني حاجة يا جدعان، انا دلوقتي عندي عجز في الديكورات. ليه؟ عشان انا عندي كام نتاية. ادي 1 2 3 3 نوتي، وانا عندي دكر واحد، والدكر ده مش عايز استعمله معاهم خلاص. تلاتة. فطبعا الدكر مش هينفع ياخد ايه، ياخد واحدة بس. يا اما تعمل حاجة واحدة اسمها اللي هو بتاعت زيادة الانتاج، يعني على الدكر ممكن تتخصب 4 نوتي. بس الحالة دي تنفع معاك في حاجة واحدة، في حالة اللي انت عندك حضانات كافية. يعني ايه؟ يعني عندك الحمام اللي هتحط تحت منه البيض اللي هتبدله تحت منه كافي. على قصاد المفروض كل جزء قص جزار مثلا من دول، يعني القص ده قصاد منه المفروض أربع حضانات. انت عندك كام حضان يا مؤمن؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. انا عندي كل الحضانات اللي موجودة 3 حضانات. دي الحضانات اللي هي ايه المفروض الحمام البلدي يعتبر. بس ممكن استعمل الحمام ده حضان مثلا، ممكن استعمل الحمام حضان، بس انا محتاج عياله. بس انا محتاج ايه؟ عياله. ودول برضو لسه ملقيهم، ولسه الدكر برضو واخد ايه؟ الطيرة. الدكر ده والطيرة دي خلاص. دول برضو لسه ملقيهم. فانت انا بتكلم في الاصول. الحضانات اللي عندي 3 حضانات، وانت عندك كام فرد، كام نتاية؟ 3 نوتي. فمش هينفع. ففي ممكن حل تاني تعمله ايه بقى مؤمن؟ في حل اللي انت هتفصل الديكورة والنوتي بتوع الحضان برضو، والديكورة والنوتي بتوع الحمام الغزارة والحمام اللي انت عايز تلاقيه. خلاص فصلت الديكورة، فصلت النوت، تمام. الخطوة اللي بعد كده ببدأ اجوز الحمام الغزار الاول. اجوزت الحمام الغزار مثلا فرق ما بين ده واجوز الحضان يومين مثلا. جوزت الحمام الغزار الاول عشان الحمام الغزار هو تقيل في كل حاجة، يعني تقيل في مثلا بياخد وقت عبال ما بيجمع البيض، غير ان وقت الحضان ممكن تجوزه بالظبط مكملش اسبوع وتلاقيه رمى الحصويتين. الحمام الغزار تقيل شوية، فانت هتجوز الحمام الغزار الاول مثلا قصاد منه 2 حضان، قصين حضان. ده كده انت وفرت قصين تانيين. وفرت كام؟ قصين تانيين، عشان المفروض انت على القصر الواحد 4 قصوص حضان. انت كده وفرت قصين تانيين بنسبة كبيرة جدا، يعني بنسبة حوالي 95% كده هينموا نفس الوقت. ممكن يزيدوا 3 أيام على الوقت اللي هم بضوا فيه، أو يقلوا 3 أيام. فاهمين؟ يعني مثلا الحمام ده الحمام الغزار بض عندي يوم 1 خلاص، والحضان بتاعي بض يوم 3، في فرق 3 أيام. عادي ممكن تبدلهم عادي، أو العكس. يعني أنا مثلا عندي الحمام ده بض يوم 27 تمام، ودول كانوا بايضين مثلا قبلهم ب3 أيام. قبلهم ب3 أيام بيحسبوهم كده يبقى يوم 24 صح؟ دول بايضين يوم 24 ودول برضه يوم 27. يعني ده أزيد منهم 3 أيام برضه عادي. خلاص عشان الحمام لو لقى فترة تولد على اللي هو قاعد على البيض وملقاش البيض فتح، ما بيكملش قعدته، بيقوم من على البيض. خلاص كده. طبعا سامحولي على صوتي واللي انا بتلخبط في الكلام شويه، انا مش قادر اتكلم والله العظيم. انا عامل الفيديو بس ايه حبا فيكم يعني. خلاص يا رجاله الفيديو بتاعنا هو خلص. متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.